بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في قناة حمدي الدمرداش للتنمية. موعدنا اليوم مع سلسلة فصل الكلام في تفسير الأحلام وتفسير رؤيا العزباء أنها حامل. مرحبا بكم في قناتنا. اليوم سنتحدث عن أحد الأحلام التي تثير تساؤلات كثيرة لدى الفتيات، وهو رؤية العزباء أنها حامل في المنام. تعد هذه الرؤية من الأحلام التي تحمل معاني متعددة، فقد تكون دلالة على الخير والتغييرات الإيجابية، أو تحمل رسائل وتحذيرات معينة. سنتناول في هذا الفيديو إن شاء الله أبرز هذه التفسيرات التي قدمها كبار علماء تفسير الأحلام مثل ابن سيرين والنابلسي، مع توضيح المعاني المختلفة لهذا الحلم حسب سياقه وحالة الرائية. تابعونا حتى النهاية لتعرفوا كافة التفاصيل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نقول وبالله التوفيق، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية العزباء أنها حامل في المنام يشير إلى طهارتها ونقائها، فمريم العذراء عليها السلام كانت حامل ولم يمسسها بشر. رؤية العزباء الحمل في منامها يشير إلى تعرضها إلى الكثير من المشاكل والأزمات في حياتها. رؤية العزباء الحمل في منامها يشير إلى مرورها بخيبة وخيانة وعدم رد الجميل من أشخاص كانوا محل ثقتها. رؤية العزباء الحمل في منامها بشرى بفتح أبواب الخير والبركة على حياتها. رؤية العزباء أنها ولدت بشرى بأنها ستنال في عاقبة أمرها فرجا وبشارة وسرورا ونجاة من مشكلة تؤرقها، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية العزباء الحمل من حبيبها وهي تشعر بالسعادة في منامها بشرى بزواجها منه في القريب العاجل إن شاء الله. رؤية العزباء الحمل وهي تشعر بالسعادة في منامها بشرى بزواجها من رجل ثري يسعدها في حياتها. أما رؤية العزباء الحمل من حبيبها وهي تشعر بالحزن والألم في منامها يشير إلى ما ستقع فيه من الذنوب والآثام، فعليها الحذر. رؤية العزباء أنها حامل بدون أن تمس من بشر في المنام يشير إلى الرزق والخير الكبير اللذان سيملأان حياتها إن شاء الله. رؤية العزباء الولادة في منامها تبشر بقرب انتهاء مشاكلها وزوال الهم والقرب من حياتها. رؤية العزباء الحمل وكان حجم البطن صغير في منامها يشير إلى أنها ستمر بالكثير من الصعاب في حياتها. رؤية العزباء الحمل وكان حجم بطنها كبير في المنام يشير إلى أنها ستنال زيادة كبيرة في المال والعلم إن شاء الله. رؤية العزباء الحمل وكانت على وشك الولادة في منامها بشرى بحدوث تغييرات إيجابية كثيرة في حياتها إن شاء الله. رؤية الحمل في منام العزباء رؤية غير محمودة، إذ تشير إلى أن الهم والغم اللذان سيسيطران عليها كما قال العلامة ابن النابلسي.
أما رؤية العزباء الحمل من حبيبها بدون زواج فيشير إلى تعرضها لكثير من المشاكل، ما يجعل علاقتهما متوترة جدا وستؤدي إلى فسخ الخطوبة. رؤية العزباء الحمل وإجهاض الجنين بدون دم في المنام بشرى بزوال الهم والكرب من حياتها. أما إذا وجد الدم في المنام فيشير إلى ارتكاب ذنب أو خسائر مادية تنالها العزباء. رؤية العزباء الحمل بتوأم في منامها يبشر بقرب زواجها من رجل صالح سيعوضها عما مر بها، والله أعلم. رؤية العزباء الحمل بولد في منامها رؤيا غير محمودة، إذ تشير إلى خوفها من أن يكشف أمرها بخصوص خطأ فادح قد ارتكبته، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية العزباء الحمل في شهرها الأول في منامها يشير إلى أن إحدى صديقاتها تحقد عليها وتظهر لها عكس ما تبطن وتريد أن تؤذيها فعليها الحذر. رؤية العزباء المديونة الحمل في شهرها التاسع في المنام بشرى بتخلصها من كافة ديونها، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية العزباء الحمل من حبيبها السابق في المنام يشير إلى ارتكابها خطأ كبير وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. رؤية العزباء عمل اختبار حمل في منامها يشير إلى ما يعتريها من قلق وخوف من المستقبل. رؤية العزباء الحمل والإجهاض عن طريق الجراحة وفتح البطن في منامها يشير إلى كشف الأسرار والفضائح التي تخشى من كشفها. رؤية العزباء الحمل مع تحرك الجنين في منامها بشرى بتحقق كافة أمنياتها، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين. إذا عجبك الفيديو فلا تحرمنا من صالح دعائك والاشتراك في القناة وعمل شير للفيديو، ولا تنسوا مسابقة رمضان الكريم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.